رسول حميد حامد ومحمد واو نبي فوق السماء كين ساميا رسول حميد حامد ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي السماء فوق السماء كين قد ساميا أبر الرسل من بالحاسمي يشبه حرام عليه النار قلب أحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول كريم ما أساء بطل ربه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعد للأحوال القيامة حبه مصطفى صلى الله عليه وسلم وحسبي فلي منه ملاذ وملجأ صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص خليلي أجل بالمحاسب وانزلا ولا تبغي عن خليفه متهولا صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص خليلي يهدى بالمحاسب وانزلا ولا تبغي عن خليفه متهولا صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين فأكرم به مغنى تهراه منزلا أحق عباد الله بالمجد والأولى صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين فأكرم بمغنى تهراه منزلا أحق عباد الله بالمجد والعلا صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين نبي له على جنان مبوى نبي له على جنان مبوى صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين نبي عظيم القار بالحق مرسل يؤل به مذ كان طفلا وينهل صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين فلله منه وآلى وأكمل أمين لإرشاد العباد مؤهل صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين أفاد الندى فيدا وآمال سعادة فصاصا بذاك الخلق لينا وشدة فيا حبذا منه لمن شاء أمدة إمام لرسل الله بدءا وأودة به يوقم الذكر جميل ويبدأ صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين رتبة فوق سماكين قد سمت وكف ندى تحكي صحابة متى حما صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين وآي هدى بالأمر والنهي أحكمت إذا
أوددا للرسل آي تقدم صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين به يختم ذكر الجميل ويبدأ به يختم ذكر الجميل ويبدأ صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين فآي رسول الله أجلى وأدوى فآي رسول الله أجلى وأدوى صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين أليس الذي هذا المفاخير والأولاد ما ناس من آي الكتاب وما تلا صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين وأنا يدنا في المكان الذي تلا أتم الورى جاها وأبهارهم هلا صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين له المدح يجلى والشفاعة تخضع له المدح والشفاعة شفاعة تجوبه وتسلمون على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآية ما هاد كل قالة وجاء بآية ما هاد كل قالة تقدمها ذكرون مدى دار يقرأ صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين نبي أوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين نبي فمن سلك فيه وهيف دلالة في الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى دار يقرأ تقدمها مدى دار يقرأ صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين لتخصيصه فوق الخصوص مزية سنده إلينا قسمة أزلية صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين نبي مكانته في المرسلين علية إناراته حسا وأضلا جلية فالوام يستولي ولا شاك يبرأ ولا شاك يستولي ولا شاك يبرأ صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حسين ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فهامهم في ديك صديد التراكم فهانان في ضيق ولم نرجو فارجا والله سوى الله والهادي لسبل المكارم مكارم صدقت الله ما قلت في ديننا غريبا كما في البدء يا خير الراحم إلهي فجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في التراحم لك معجزات أعجزت كل الورى
سيدنا محمد هو الصادق المصدوق لم يحكم عينه إمام الورى نور الأنام وزينه به كون كل الكون بل هو عينه هو الكنز في الدارين فالنيل نيله ومن ناله قد تم والله فضله هو المصطفى هو المصطفى هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول سيدنا محمد كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مستاق وصار جميل ورأينا آياته فاهتدينا ربي إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم رأينا ما ليس يلحم الأقلام قد ألحم ما ليس يلحم الأقلام سيدنا محمد هو المصطفى هادي الورى بإبالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ سيدنا محمد أنا إذا تحدث عن رسول الله اسم محمدا الذي يذكر كل يوم أسماء سيدنا محمد ويذكر في الآذان ويذكر في الإقامة ويذكر في كل موضع هذا النبي الذي حينما صاب ليلة الإسراء والمعراج ووقف ومعه جبريل وجبريل يتوقف يقول له أهنا يترك الخليل خليله يا جبريل قال يعز علي فراقك يا رسول الله ولكن لكل منا مقاما معلوما فإن أتقدمت خطوة لاقترقت بأنوار الجلال أما أنت يا ابن عبد الله لو تقدمت لاخترقت بأنوار الجمال ويتقدم المصطفى ويقف في حضرة الإله ويسأل رب العالمين يا ربي إن كنت اتخذت إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى من روحك وأعطيت سليمان ملكا عظيما ورفعت إدريس مقاما عليا فإن أنا من هؤلاء يقول لها سيدنا محمد يقول لها سيدنا محمد بتوادع الأنبياء وهو سيد الخلق أجمعين ويرد رب العالمين عليه يا حبيبي يا محمد إن كنت اتخذت إبراهيم خليلي فأنت حبيبي والحبيب أكرم علي من الخليل وإن كنت اتخذت موسى كليمي فقد كلمته من وراء حجاب أما أنت يا ابن عبد الله ستجلس على بساد أنس الله وإن كنت اتخذت موسى كليمي فقد كلمته من وراء حجاب أما أنت يا ابن عبد الله ستجلس على بساد أنس الله وإن كنت اتخذت عيسى من روحي أما أنت يا ابن عبد الله فقد كرمت اسمك باسمي يا حبيبي فلا يقول أحد لا إله إلا الله إلا قال محمد رسول الله فلا يقول أحد لا إله إلا الله إلا قال محمد رسول الله وإن كنت اتخذت سليمان ملكا عظيما أما أنت يا ابن عبد الله أما أنت يا ابن عبد الله فقد أعطيتك 7 المثاني والقرآن العظيم وسورة البقرة وآل إمران والنساء فبعزتي
وجلالي يا حبيبي يا محمد ما قرأهن أحد من أمتك إلا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل والحصى سيدنا محمد ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق صديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرجو فارجا سوى الله والحادي لسبل المكارم